هناك أمر ما في إبعاد بورسعيد عن الرياضة في مصر أو إبعاد كل المصريين عن الرياضة. في هذا الصدد أيضا، وده طبعا ده الحدث الأهم النهاردة، وده الحدث اللي بيقولوا عليه يعني مشكلة كبيرة جدا. معانا الأستاذ الدكتور محمد فضل الله، خبير اللوائح بالاتحاد الدولي. دكتور محمد، ازي حضرتك؟ كابتن طارق، ازي حضرتك؟ ازيك يا دكتور، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. ازيك يا فندم؟ يعني عايز ابدا مع حضرتك في احقيه لجنه التظلمات في اتخاذ هذه القرارات. نعم. يعني احنا قلنا اتحاد الكوره او اللجنه اللي قامت بالتسيير اعمال اتحاد الكوره احالت الموضوع الى او احيل الموضوع الى لجنه التظلمات. هل من حق لجنه التظلمات بالفعل ان هي تصدر هذه القرارات؟ ومدى تاثير هذه القرارات؟ هي طبعا اللائحه هو طبعا من حق طبعا المتضررين كنادي اهلي او نادي مصري ان يطعنوا ضد قراراتهم التي تم الحصول عليها من قبل اللجنه اللي هي قامت اللجنه التنفيذيه اللي بتدير هذا الاتحاد في هذه المرحله امام لجنه التظلمات. ولجنه التظلمات لها لائحه بتنظم شؤونها ولها استنادات دوليه بتنظم هذه القضيه. طب اسمح لي، هل اللجنه التظلمات اللائحه اللي عندها غير اللائحه اللي موجوده في لجنه اتحاد الكوره؟ لا طبعا دي لائحه مستقله. هذه اللائحه مستقله. لائحه النظام الاساسي اللي للجنه التظلمات لائحه مستقله. يعني دي مش موجوده في اتحاد الكوره يا دكتور محمد؟ دي مش موجوده في اتحاد الكوره؟ موجوده في اتحاد الكوره طبعا. لان طب ازاي القرارات اختلفت؟ يعني القرارات اختلفت ازاي ما بين القرارات اختلفت لسببين. اولا السبب الاولاني ان الذين يحكمون في هذه القضيه هم قضاه، فبالتالي هو التكييف القانوني للقضيه مختلف عن لما يبقى فرد غير قانوني او غير قاضي بيحكم في القضيه. دي نمره واحد. نمره اثنين، هذه رؤيه واسانيد يا كابتن طارق. يعني انت ما تقدرش ان انت تعلق عليها امور. يعني احنا دلوقتي لما بتروح لحكم قضائي يتم الاستئناف عليه امام محكمه النقض او يتم الاستئناف عليه في امام محكمه اخرى، من الممكن ان الاحكام تختلف. واخد بال حضرتك؟ لانه في الاخر هي عقيده ووجدان ونصوص قانونيه وفقا لحكم القاضي. تمام. لكن احنا اللي احنا بنقوله هذه القرارات هل هي مشروعه ولا غير مشروعه؟ ايوه، هو ده اللي انا عايز اقول عليه، ده اللي انا عايز اخده من حضرتك. طبعا هي عقوبات مشروعه موجوده منصوص عليها في لائحه النظام، في اللائحه التأديبيه للاتحاد الدولي، عقوبه الهبوط للدرجه الادنى وعقوبه الاستبعاد. ومن الممكن ان انت تدمج اكثر من عقوبه في قرار واحد، يعني في سلوك واحد. اذا انت ارتأيت كقاضي او كرئيس لجنه التظلمات او لجنه التظلمات ان الجرم جسيم، فبالتالي من الممكن ان تدمج اكثر من عقوبه. المهم ان انت تاخذ من العقوبات التي ادرجت في اللائحه التأديبيه للاتحاد الدولي. هل اللجنه التظلمات يا دكتور محمد، هل لجنه التظلمات اللي موجوده في اتحاد الكوره وهي مستقله بذاتها زي ما حضرتك قلت لنا، هل هي يعني تجمع ما بين المستشارين والقضاه والاشخاص العاديين، ولا هم اشخاص عاديين؟ هم مجموعه من القضاه ويجوز لهم الاستماع الى كافه المتخصصين والفنيين في هذه الامور. واعتقد ان هم استمعوا لاعضاء من النادي الاهلي، من مجلس اداره النادي الاهلي، واستمعوا للنادي المصري وهكذا، واستمعوا لرئيس لجنه الحكام، واستمعوا للحكم الذي حكم المباراه بالزبط. فمن حقهم ان يستمعوا. جميل. المشكله، معلش افسح لي صدرك شويه يا دكتور محمد، لان المشكله كبيره. لا يعني القرارات طلعت النهارده، النادي المصري على طول رد وقال ان احنا هنروح المحكمه الدوليه اللي هي المحكمه الرياضيه الدوليه. هل هذا قانوني اولا؟ انا بس عايز ارد على حضرتك على السؤال الاولاني، هل هو يجوز للجنه التظلمات ان تتخذ قرارا غير الذي تم اتخاذه من قبل الاتحاد؟ الاجابه نعم يا كابتن طارق. واخد بال حضرتك؟ لان القواعد الدوليه اسست هذا الموضوع، ونصت الماده 132 من اللائحه التأديبيه للاتحاد الدولي فيما يتعلق بلجنه الاستئناف التي تمارس عملها بنفس عمل لجنه التظلمات، انها من حقها اذا قدم المطعون على قرار. يعني انا دلوقتي بطعن على قرار، اذا انا قدمت تمام سواء النادي المصري او النادي الاهلي اسانيد جديده، من الممكن ان تبرهن مجموعه من الرؤى في لجنه التظلمات من حقها ان هي تقلص او تخفف. والدليل على ذلك ان هم راحوا لها هم الاثنين الناديين. تمام. طيب احنا دلوقتي كلائحه وطنيه، المحكمه الرياضيه قالت ايه؟ قالت لك انت من حقك اللي انت تجيلي اي نادي في اي اتحاد او اي هيئه رياضيه في العالم من حقها انها تجيلي، بس عشان تجيلي لازم اشتراطات. اول حاجه ان انت تكون استنفذت كافه درجات التقاضي في بلدك. وده حصل. احنا ما عندناش غير الحاجتين دول، القرار بتاع اتحاد الكوره ولجنه التظلمات. يعني ما يروحش بقى المحكمه عاديه، ده ما يفصلش في المحكمه عاديه دي. لا مالهاش علاقه بمحكمه عاديه. الهيئات الرياضيه لا تنظر امورها امام المحاكم العاديه. والله هنظر قبل كده وخدنا فيها احكام بس ما علينا.
تمام. النقطه الثانيه ان تتضمن لائحه النظام الاساسي للاتحاد او النادي ان انت في حاله صدور اي منازعه ان نلجا للتحكيم. اللي هو ايه؟ ان لازم لائحه النظام الاساسي بتاعت اتحاد الكوره تكون قايله ان احنا في حاله صدور اي منازعه ما بين اي طرف من اطراف اللعبه او عضو من اعضاء الاتحاد نلجا للتحكيم الرياضي. طيب حضرتك اذا لم ينص على ذلك فمن حق النادي المصري او النادي الاهلي ان يبرموا اتفاق تحكيم خاص مع اتحاد الكره ويذهب بموجب هذا الاتفاق او ابرام هذا الاتفاق الى المحكمه الرياضيه الدوليه زي ما عمل نادي الشباب السعودي في مشكلته في كاس خادم الحرمين. بما ان الناديين الاهلي والمصري ما عندهمش غير ان هم يلجأوا الى المحكمه الرياضيه الدوليه، هل من الممكن المحكمه الرياضيه تلغي هذه القرارات؟ من حقها ان تبقي على هذه القرارات، ومن حقها ان تخفف هذه القرارات، ومن حقها ان تغلظ هذه العقوبات. ثلاث اختيارات من حق المحكمه الرياضيه، وبس في النهايه المحكمه الرياضيه قرار ملزم لا يقبل الطعن عليه. والاتحاد الدولي ملوش دعوه بالقصه دي خالص. ليس له علاقه، هذه مسابقه محليه تندرج تحت نطاق الاتحاد الوطني والنزاع فيها يحسمه المحكمه الرياضيه الدوليه. الاتحاد الدولي لو انت هتبعت له هيقول لك انا غير مختص، اذهب للمحكمه الرياضيه الدوليه. الاتحاد الدولي بيحكم في المباريات التي تندرج تحت مظلته مباشره، سواء مباريات انديه زي المؤهله لبطوله افريقيا او مؤهله لكاس العالم لليابان او منتخبات وبطولات قاريه. زي مباراه مصر والجزائر يا كابتن طارق. بالظبط. مين اللي حكم فيها التهديديه ثم تم الاستئناف عليه، خدنا العقوبات بتاعت مصر والجزائر اللي احنا هنحرم مباراتين خارج القاهره 100 متر في تصفيات كاس العالم اللي جاي. في اعتقادك الشخصي ومن خلال خبراتك في لوائح الاتحاد الدولي والمحكمه، هل من الممكن ان المحكمه الرياضيه فعلا تبطل هذه القرارات ولا تبقيها ولا تزودها؟ والله يا كابتن طارق، هو طبعا المشكله ان الحدث كبير، والحدث يهتم به الاتحاد الدولي وعمل له مؤتمرات صحفيه. عمليه قتل 75 واحد او في ملعب كره قدم ده بيمثل كارثه بالنسبه للرياضه. واخد بال حضرتك؟ هي طبعا يعني مش عايزه، ما تقدرش ان انت تتوقع، لكن اعتقد ان هي على الاقل لو ما غلظتش هتبقي على العقوبات. لكن في اعتقادك انها مش ممكن تخفف اي عقوبه من العقوبات؟ عايزه اسانيد كثيره جدا عشان يحدث التخفيف، واعتقد ان الاسانيد دي مش متوفره. يعني محتاجه كم كبير من البراهين وكم كبير من النصوص عشان تنتفي المسؤوليه. هي المشكله في انتفاء المسؤوليه دي، هي دي عمليه الاثبات. يعني ان انت تحدد علاقه السببيه بين الجمهور وبين المتسبب، هي دي المشكله. الاتحاد الدولي لا يعترف بالشرطه النظاميه، يعني الاتحاد الدولي ليس له علاقه بالشرطه النظاميه. الاتحاد الدولي بيرى في النادي هو المسؤول، والدليل على ذلك يا كابتن طارق في مباراه الزمالك والافريقي التونسي. بالظبط. لما حصل غزو للملعب، المصري برضه حصل غزو للملعب بس حصل انتهاك اخطر اللي هي عمليه القتل. لما حصل غزو للملعب لم يعاقب وزاره الداخليه المصريه ولم يعاقب الامن المصري، ولكن عاقب نادي الزمالك لان جمهوره نزل الملعب. بالظبط. واخد بال حضرتك؟ فهي دي علاقه السببيه دي، هي دي مشكلتنا مع الاتحاد، مع الهيئات الدوليه، ودي لازم نتفهمها. ان النادي المنظم للمباراه هو الذي يسأل فقط عن سلوك جماهيره في حاله اقتراف اي سلوك. طب هاخدك برضو لنقطه ثانيه مهمه يا دكتور محمد، بصفه بما انك معانا يعني ونستفيد من خبراتك الحقيقه يعني. اتفضل حضرتك. حاله الحكم عمر فهيم الى التحقيق. نعم. فهيم عمر عفوا. نعم. شايفها حضرتك منطقيه من خلال الاحداث اللي انت شفتها في الماتش؟ شوف حضرتك، هي لجنه المسابقات في الاتحاد الدولي، لجنه الحكام، لم تنص على مشروعيه معاقبه الحكم من قبل لجنه الحكام بصوره اساسيه. وفي نفس الوقت برضه يا كابتن طارق، معلش تاني كده، معلش يا دكتور محمد، تاني كده الحته دي معلش. لجنه الحكام في الاتحاد الدولي، خلاص احنا من المفترض ان اللوائح الوطنيه تتوافق وتنطبق تماما مع اللوائح الدوليه. فاذا خالفت اللائحه الوطنيه اللائحه الدوليه تكون المرجعيه الرئيسيه للائحه الدوليه. دي نقطه مهمه جدا طبعا. في بدايه هذا الحديث. انا بسال حضرتك عشان اوصل للحته دي. تمام. حته مهمه جدا انت قلتها. لجنه الحكام كاختصاصات في لائحه النظام الاساسي في الاتحاد الدولي ليس من شانها او ما اناطتش للجنه الحكام ان تعاقب الحكم اذا اخطا بعقوبه الايقاف او لكن هي بترفع تقرير او بترفع توصيه لاداره الاتحاد ليتخذ من شانه قرارا.
دكتور محمد فضل الله الخبير اللوائحي الكبير في الاتحاد الدولي، بنشكرك شكرا جزيلا. معانا فاصل اعزائي المشاهدين، نروح فاصل ونرجع عشان نكمل قضايانا النهارده.